السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الريد نت. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلك جديدنا. وأعود إلى خوينا الكريمين حمزة رويجع ومصطفى بونيف. أولا نحبكم تعرفوا، أريدكم أن تعترفوا الاثنين أن الموضوع ما هوش خاص لا هو بالملك، يعني الأخ مصطفى موش على الموضوع، هذا الموقف المغربي مش خاص بالملك، حتى الحزب الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الأحزاب اليسارية في المغرب كلهم مثلا موقفهم في موضوع الصحراء هو موقف الملك المغربي. فأنا ما نظنش اللي فكرة أنه هذا موقف المخزن وكذا تمشي. والأخ حمزة كلامك أنه هذا موقف الجنرالات في الجزائر ما يمشيش. هيك سمعت الجزائرية اللي يكلموا فيه كلهم، والله العظيم لم نتصل بأحد منهم، هم اللي يتصلوا يعني. وادخل على فيسبوك وشوف التعليقات، يعني مئات التعليقات. فأنا أريد منكم أولا يعني أنكم عندكمش استعداد تعترفوا أن الحكاية هذه هي سياسة فعلا المغاربة مؤيدين حكومتهم في موضوع الصحراء 1000%، هذه ما فيهاش نقاش. والجزائرية واضح أن أغلبية منهم مؤيدة الحكومة في الموقف من الصحراء. نعم. أنا كلامي هذا كان ردا على الأخ حمزة اللي كان يقول أنه الموقف فقط موقف الجنرالات، لكن السؤال اللي موجه لك أنت إذا كنت تحب تجاوب على كلام المغاربة. نعم. هو الكلام اللي يقولوه المغاربة في فيسبوك، يقولوا تعرف نتكلموا بصراحة باش نحاولوا نضع أيدينا على الجرح لنحاول أن نطهر الجرح ونبدأ في العلاج. يقولون المغرب أخطر علينا من إسرائيل، المغرب يقولون الجزائر أخطر علينا من إسرائيل، والجزائر تهدد وحدتنا الترابية، والجزائر تدعم الجيش الصحراوي، والجزائر واقفة ضدنا في المحافل الإقليمية والدولية. والأخ المغربي أنا أكلم فيك عن مغاربة يكتبوا في الفيسبوك وفي التلفزيون الآن في المستقلة في هذا الحوار، قال لك أخ مغربي قال أنتم موجهين صواريخكم إلينا، فلماذا تلوموننا إذا طلبنا السند من أمريكا وإسرائيل؟ أريدك ترد على النقاط هذه، لأن برشا مغاربة في الفيسبوك وفي التليفونات هذا هو كلامهم، أن الجزائر هي الخطر الأول عليهم. الجزائر لم تطلق رصاصة ضد أشقائها في أي مناسبة من المناسبات، لا أشقائها ولا غير أشقائها. نحن في الجزائر معروف عنا بأننا لا نتدخل ولا عسكريا خارج البلاد. حتى أنت ربما حضرنا الكثير من النقاشات بخصوص الدستور الجديد لما فيه مادة تعطي للبرلمان الرخصة أنه يرخص للجيش أن يشارك في حروب خارجية. راك شفت الجدل والنقاش الحاد الذي خضناه في هذا الأمر. الجيش الجزائري عقيدته معروفة، هو لا يعتدي على الآخرين ولا يدخل في حروب الآخرين. الجيش الجزائري شارك في حربين فقط خارج حدوده، ولنا الشرف أنها كانت ضد الكيان الصهيوني. شاركوا في الحرب تاع 67 وشاركوا في الحرب تاع 73. هذا هو الشعب الجزائري خرج في حربين ضد الكيان الصهيوني، وعداؤنا واضح تجاه هذا السرطان الخبيث الذي دس في وسط أمتنا. فتخوف الإخوان المغاربة لا محل له من الإعراب. الجزائر لن تعتدي ولن تطلق رصاصة واحدة تجاه الإخوة أو تجاه المغرب إلا إذا وقع اعتداء، ففي ذلك الحين الجزائر مضطرة إلى الدفاع عن حدودها. نحن الآن في الجزائر كان عندنا ملف ساخن جدا وخطير اللي هو ليبيا وحدودنا الشرقية. ففوجئنا في غمرة انشغال الجزائر بحدود الشرقية، ودائما شفت الجزائر رغم أن الموضوع أيضا يخص أمننا القومي، لكن الحكم في الجزائر أصر وألح على أنه يجب أن يجتمع الفرقاء الليبيين على طاولة واحدة للوصول إلى حل يحفظ الوحدة الليبية والأمن الليبي. وقالت السلطة في خطاب واضح وصريح للأطراف المتنازعة: لا تقبلوا بأن يدخل بينكم الذين لا صلة لهم بالملف، لا الأتراك ولا الفرنسيين. لكن الفرق لحظة، لا مصطفى، يا أخ مصطفى الفرق لحظة، يا أخ مصطفى دقيقة. نعم. دقيقة الله يكرمك، دقيقة بس بسبب ضغط الوقت. المغاربة يقولوا لكم أنتم الراعي الحقيقي، الجزائر هي الراعي العسكري والسياسي والإعلامي للبوليزاريو، ويقول لك هذا الموضوع يهدد وحدتنا. هم نحكي لك على وجهة نظر المغاربة كي يكتبوا في الفيسبوك وكي يتكلموا تو في الحوار، لخص لك الفكرة، نحبك ترد عليهم لأن ما يسمعوا فيك برشا مغاربة الآن. يقولوا لك لو أنتم ترفعوا يديكم على البوليزاريو ينتهي موضوع الصحراء. وقال لك واحد مغربي
قال لك اعطيني متى ظهرت جمهوريه الصحراء، متى في التاريخ، يعني متى قامت هذه. اظن الاخ حمزه نفسه قالها. فانا نحبك ترد على النقاط اللي المغاربه يطرحوها، يعني او اذا هي نقاط عادي لا تعترف لهم بها. لا ما زالوا يتكلمون، دائما يعودون الى التاريخ. لو نعود الى التاريخ سوف نتكلم عن تحويل طائره المقاومين الجزائريين والمجاهدين الجزائريين من المغرب الى اسلمه الثوار الجزائريين لفرنسا. يعني هذا ايضا جرح في التاريخ. لا نريد ان نفتح التاريخ كثيرا، ولكن ما دام راح نتكلموا على قضيه البوليساريو، الجزائر تدعم جبهه البوليساريو لانها جبهه تريد، او ناس يريدون الانعتاق من الاحتلال. وقاوموا موريتانيا وحرروا الجانب الذي كانت فيه موريتانيا، وبقيت المغرب ملحة ومصرة على مغربية تلك الأرض. والبوليساريو قالوا نحن حررنا أرضنا ولن نقبل باستعمار جديد. خلاص يعني انتهى الامر. لانه اذا كان رجعنا للخرائط العثمانيه والى غير ذلك ما تفراش هكذا يعني تونس تكون في مشكله مع مصر ولا مع ليبيا ولا الى غير ذلك. لا، الحدود ترسمها التضحيات ويرسمها دماء الشهداء. هذا هو المبدأ الثابت. لما فرنسا تفرغت للجزائر، يعني أخذت الدول الأخرى التي كانت تحتلها أخذت حريتها وتفرغت للجزائر، ونزل التقتيل في الجزائريين، والجزائريين كانوا يدافعوا على هذه الحدود الموجودة الآن، بقاو يدافعوا عليها حتى اخذنا الاستقلال. وهذه 2,381 ب 741 كيلومتر مربع تاعنا احنا الجزائريين حررناها بدمائنا، ولن نسمح لاي كان بان ياخذ منها شبر. حررناها بدمائنا، ما يجيش واحد من الخارج يقول ندوها. بوليزاريو نفس الشيء، الفلسطينيين نفس الشيء. نحن ننظر الى الامر حد سواء. كل شعب يقاوم احتلال، والشعب الصحراوي قاوم الاحتلال عفوا الاحتلال الاسباني وحرر ارضه في السبعينات. في السبعينات ونال الاستقلال تاعو من اسبانيا. ما تجيش المغرب ولا تجي موريتانيا تقول نديها جاهزه، هذه الدوله جاهزه. بالاضافه الى ذلك من حقنا احنا كجزائريين، قلت هي تمثل لنا بعد امن قومي. لا نريد ان هذا البلد الذي احتلنا مباشره بعد استقلالنا، لا نريد ان يصبح قويا ليفكر وليحلم مره اخرى. وفي المناهج تاعهم الدراسيه موجوده هذه، يحلم مره اخرى باسترجاع حدود ما قبل التاريخ. فالموضوع واضح هو دعم حركه تحرريه. واضح. الاخ حمزه تفضل بتعليقك الان. سمعت اجوبه الاخ مصطفى بونيف على المشاهدين. شنو النقاط اللي تحب تضيفها من وحي النقاش اللي جرى من المتصلين ومن الاخ مصطفى؟ اعتقد ان الزميل الاعلامي الصحفي مصطفى قد انهى النقاش وقد تكلم كثيرا وكشف السور. الجزائر تدعم بوليزاريو، هذه حقيقة. بوليزاريو صنيعة الجزائر. إذا ما تخلت الجزائر عن بوليزاريو فمصيرها الزوال في ثواني. والشاهد في هذا الأمر على من أجل 160 دولة عضو الأمم المتحدة لا تعترف بجبهة البوليزاريو. والأكيد على أن مسلسل فتح القنصليات العامة بالأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية يذكي الطرح المغربي على أن المغرب قدم مقترح حكم ذاتي كحل سياسي عادل ودائم، وهو مقترح فعال يضمن حق تقرير المصير من خلال مؤسسات دستورية تنتخب من قبل الشعب ومن قبل المواطنين تحت السيادة المغربية بطبيعة الحال. والشاهد هنا على أن المشروع الجهوي المتقدم الذي تبناه المغرب منذ سنة 2015 جعل من صناعة القرار العمومي في بناء السياسات التنموية ينطلق من الحي وينطلق من المدينة والقرية ثم الإقليم كالجهة. وبالتالي المغرب يسير في مسلسل ديمقراطي تنموي. لا تهمنا من يدعم طرف آخر انفصالي، لا تهمنا قراراته السيادية، لا تهمنا توجهاته الاستراتيجية ولا الجيوستراتيجية ولا الدولية ولا الداخلية. نحن نؤمن بقدراتنا، نهتم بأمورنا الداخلية، نهتم بنموذجنا التنموي، نسير بخطى ثابتة. إذا ما كان البعض لا زال يؤمن بأسطوانته وبخرافاته ولا زال نائما في أدغال الأحلام ويتبع الأوهام، ذلك شأنه لن نتدخل فيه. كما لن نقبل بطبيعة الحال أن يتدخل أي طرف خارجي في قراراتنا السيادية وفي تدبير علاقاتنا الدولية. أن نستأنف علاقتنا مع إسرائيل هو قرار سيادي،
نؤمن به وندافعه شاء من شاء وكرم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الريد نت. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلك جديدا.